فيلمنا النهارده هندي يا صديقي، والقصه جامده جمدان هتعمل قلبان. ويلا بينا. بيبدأ الفيلم مع ابو قارون، وبيكون يا صديقي ضابط في الجيش الهندي، ومش فرقه عاديه، بتكون فرقه اليودا. الفرقه دي بتكون من جميع قوات الجيش، بيكونوا متدربين على كل الاسلحه وعلى اصعب المواقف اللي ممكن يمر بيها اي جيش في العالم. بينطلبوا في مهام مستحيله، ومهما كان صعوبه المهمه دي الفرقه دي بتخش تخلصها بنجاح. وقائد الفرقه دي بيكون ابو قارون، هو اصلا اللي عامل الفرقه دي. بيلاقي ابنه لابس البدله بتاعته، فبيقول له جامده عليك يلا، بس عشان تلبس البدله دي وتخرج بيها لازم تبقى قدها يا قارون. وفي يوم بيخرج ضد ارهاب متدربين كويس، وعددهم كبير قوي يا صديقي. بيخلصوا على اغلب رجالته، وبيخلصوا عليه هو شخصيا. بيرجعوا بجثته على بيته، وقارون بيكون في منتهى السغطه في منتهى الصدمه يا صديقي. بيعملوا له جنازه عسكريه، وقارون بياخد عهد ووعد على نفسه انه في يوم من الايام هيكون ضابط في الجيش الهندي، وهياخد طلبه مش من ارهابي معين، لا ده من كل الارهاب اللي في البلد. وبعد مرور سنين بتكون فرقه اليودا في الغابه هجمه على الارهاب خاطفين مدنيين. رئيس الارهاب بيقول لهم انجزوا، الجيش اللي بيأفور بره. واحد منهم بيقول له يا ريس ده شويه هلافيت. بيقول له دول مش اي فرقه، اللي بره دول فرقه اليودا، ولا مهمه خرجوا فيها الا لما خلصوها بنجاح. بيقول له خلاص احنا شغالين اهو يا ريس. ينزل يلا هات السلاح الواقع ده، والمدني بينزل يجيب السلاح. الارهابي ده بياخد طلقه في دماغه وبتنيمه على الارض، وبتكون خارجه بطلقه مين؟ بقناصة قارون يا صديقي. رجالته بيقولوا له استنى يا ريس، في مدنيين جوه مش هينفع نضرب، لازم نتكلم مع الارهاب وناخد وندي معاهم. بيقولوا للاسف ما اتعلمناش نتكلم مع الارهاب. بيقولوا ما احنا لو ضربناهم هنأذي الابرياء. بيقولوا ما حدش هيتأذي. بيقولوا ازاي؟ الارهاب بيكونوا خلاص ماشيين. رايحين فين؟ ده اللي جاي عليكم سواد وطين. بيرفع القناصه بيضرب علبه الكهرباء دي، وبياخدها جري على سلك الكهرباء، بيتشعلق فيها وبيخش وسطهم. وعينك ما تشوف الا النور يا صديقي، ضرب وتلطيش وعركه ما اقولكش يا صديقي. وسبحان الله هو لوحده وعامل كل ده، بس انه بيخش عليه بالسلاح فبياخد ساتر منه، ويا ساتر على اللي هيحصل فيهم. بيعمر سلاحه وبيخرج عليهم. ابن الهلمه ده بياخده سبير على الطاير بيكسر بيه الحيطه، بيخبط فيه ويرجع على يا ابن العبيطه. اتنين منهم بيخطفوا الطفل ده وبيهربوا بيه، بيشوفهم وبيروح جري وراهم، بيحاول يضربهم بالسلاح ولكن بيخاف على الطفل اللي معاهم. بيختفي من حواليهم ولكن بيطلع من تحت الميه، وبياخد واحد منهم يعلمه ازاي يصطاد قرش يا صديقي. والتاني بيكون في منتهى الرعب، فبيفضي خزنه السلاح في الميه. بيبص وراه بيلاقيه قاعد جنب الطفل. بيقول له ولا انت مشترك في قناه كبسوله سينمائيه؟ بيقول له لا. فبيخبطه بطلقه بتجيبه في الميه، وبينجز المهمه بنجاح. وبيرجع الكتيبه رافع راسه بعد غيبه راجع بهيبه. بيشاور لمراته وبيضحك لها، بتسيبه بتاخد العربيه وبتمشي. بيقول لها وحشتني يا بت. بتقول له انت مش هتبطل اللي انت بتعمله ده؟ بيقول لها عملت ايه؟ بتقول له لما تعرف كلمني. وبتسيبه وتمشي. بيقول لها طب قولي لي بس ايه اللي حصل؟ نفس اللي بيحصل كل مره، ما بتلاقيش حل في المهمه فبتروح لوحدك من غير رجالتك. بيقول لها لا لا ده زمايلي كلهم كانوا معايا، هو انت عرفت منين؟ بتقول له الكذب ملوش رجلين. بيقول لها يا ست اللي يكسب قلب واحده زيك هيدخل اي حرب وهيكسبها. ايوه كده يا شيخه اضحكي بقى. بيروحوا سوا وبيديها الدواء. تاني يوم الصبح بيروحوا على شغلهم، وبالليل الموظف ده بيروح لبيريا. بيقول لها مصيبه يا فندم، الارهاب خطفوا طياره. وفعلا يا صديقي الطياره بتكون نازله في مطار امير صار، وبيريا بتروح للقائد بتاعها. بيقول لهم اللي خاطفين الطياره دي 4 أو 5 ارهاب. سواق الطياره شغل دماغه ونزل في مطار امير صار، قال لهم ان الطياره ما فيهاش بنزين. بتقول له طب الطياره دي فيها كام راكب؟ بيقول لها 176 و12 من طاقم العمل. ولكن الاهم من ده كله عالم النووي بتاعنا انوش ناير، ده اللي ماسك النووي في الهند، لو حصلت له اي حاجه هتبقى مصيبه. بتقول له طيب هم عرفوه؟ بيقول لها ما اعرفش، ولكن اكيد معاه حراسه خاصه بيه هيخلوا بالهم منه. اسامه بيقول لهم مش اي حراسه يا فندم، معاه قائد فرقه اليودا بينصدم. وقارون بيكون في حمام الطياره، بيشوف اي صرفه يبعت لهم اشاره يبعتوا له رجالته. الارهابي بيخبط فيه بيقول له ايه يا حماده بتعمل ايه كل ده؟ بيقول له هكون بعبي ترمس يعني، بعمل زي الناس. بيقول له طب يلا بره يلا. بيروح يقعد جنب انوش وبيقول له ما تقلقش، الامن عندنا عارف ان الطياره مخطوفه، مستنين اشاره مني علشان يبعتوا لي رجالتي. بيريا بتروح للقائد وبتقول له ما تقلقش يا فندم، قائد فرقه اليودا قارون مع عالم النووي بتاعنا، وهيخرجوا من هناك بسلام. اديني امر علشان ابعته رجالته ويخلصوا المهمه دي. بيقول لها يهجم على مين؟ ده عالم نووي، ده لو حصل له اي حاجه هنروح كلنا في داهيه. بتقول له ما تقلقش يا فندم، انا واثقه ان قارون هيخرجوا من هناك. وفي لحظه المراسل بيقول لهم الارهاب معانا على الخط. بيريا بتروح تكلمه بتقول له قول طلباتكم. بيقول لها عايزين عربيتين بنزين. بتقول له طب اهدى خلينا ناخد وندي في الكلام. بيقول لها مش هيحصل وده اللي عندي. اسمعي، اول حاجه عايزين عربيه بنزين تعبي تانك الطياره، تاني حاجه تطلعوا قائدنا من عندكم، تالت حاجه 5 مليون روبيه. بتقول له حاضر طلباتكم اوامر، ولحد ما ننفذها هناخد وقت، يا ريت قبل ما نحط البنزين في الطياره تنزلوا على الاقل ربع الركاب. بيقفل معاها، وقارون بيولع عود الكبريت ده وبيرميه في الفتحه اللي جنبه علشان يبعت لهم اشاره انه مستعد ويبعتوا له الرجاله. مراته بتروح لقائد المهمه وبتقول له الارهاب ما يعرفوش حاجه عن العالم بتاعنا. القائد بيقول لها قارون ما بعتش ليك اي رساله؟ بتقول له لسه. مساعده بيقول له يا فندم فرقه اليودا كلهم جاهزين ويقدروا يخلصوا المهمه
دي من غير ما يؤذوا اي حد. بيقول لهم دي مسؤوليه كبيره، احنا مش هنضرب فيهم، هنتفاوض معاهم ونحل المشكله من غير ما نضر اي حد. ارون عرف ان الدخان خرج بره وعرفوا الاشاره بتاعته. بيقول لي الارهابي معلش هات ميه علشان الكل هنا عطشان. بيقول له هو انا شغال عندكم يالا؟ ترزع مكانك. بيقول له خلاص انا هروح اجيب. بيقول له ارجع مكانك يالا. انوش بيقول له انا كمان عطشان. بيكون خلاص هيضربه، لكن ارون بيخبطه بكف ايده بيجيبه على الارض. بياخدوه، ولكن بيريا بتتصل بيهم بتقول له اسمع اديني اي حد من عندك يطمنا على الناس اللي عندك، مش جايز تكونوا قتلتهم كلهم. فبيجيب لها ارون وبيقول له قول لها ان كل اللي في الطياره عايشين. بيقول لها ايوه يا ست الناس انا ارون. بتقول له ارون انتوا كويسين؟ بيقول لها كويسين بس مفيش وقت، الخطر بيزيد حوالينا. في الوقت ده الارهابيين بيلموا الباسبورتات من الركاب وبيوصلوا عند انوش. قبل ما ياخدوا الباسبورت بتاعه ارون بيروح جري عليهم وبيقول لهم سيبوه، ده ابويا راجل كبير وعنده القلب. بيبعدوه. ابن الهرمه ده بياخد الباسبور من العالم بيقول الحق يا قائد ده عالم النووي بتاعهم، وهوب الدخان بيطلع من تحت. بيبعدوا الناس وبيريا بتروح للقائد بتاعها بتقول له مفيش وقت، ارون هيهجم لازم نبعت له الفرقه بتاعته. ارون بيشيل السجاده دي بيلاقي في باب تحتها. قائد المهمه بيقول لهم لا احنا مش هنبعت فرقه ونخش معاهم في اشتباك، ممكن انوش ياخد طلقه ويموت. بتقول له يا فندم ما هو احنا لو اتاخرنا هيموت، ومش هيموت هو وبس، هو وكل اللي في الطياره. بيقول لها مفيش فرقه هتروح، انا مش قد المسؤوليه دي، وبيسيبهم وبيمشي. اما ارون بيفتح الباب ده وبينزل واحد من الركاب. الارهاب بياخدوا بالهم، ولكن ارون ما بيسيبهمش في حالهم وبيفضل يضرب فيهم ضرب بغباء. ولكن ابن الهلمه ده بيخبطه بطلقه بتنيمه في الارض. بيقرب منه فبيطفي له وشه بالطفايه. بينزل لتحت، ولاد الهرمه بينزلوا وراه. القائد بتاعهم بيروح للطيار وبيقول له اتحرك بسرعه. بيقول له مفيش بنزين. بيقول له اطلع والا هخلص عليك. بيقول له خلاص هطلع. وفعلا بيشغل الطياره. وارون بيكون معلمهم الادب من غير سلاح يا صديقي، ولا واحد بس من رجالته هيخلصوا المهمه دي. وفي كتيبه الامن الارض بيقول له يا قائد نبعت له الرجاله، الطياره خلاص بتتحرك. بيقول له لا، اولاد الهرمه بيتكاتروا على ارون وحموكشه لوحده بيسد معاهم. ضربه واحده بتجيبه لتحت. الكل بيكون في منتهى الصدمه، وارون رغم الطلقتين اللي واخدهم في جسمه بيقف تاني على رجليه وبياخدها جري وراهم. ولكن الطياره بتطير قدام عينيه وقدام عيون رجالته اللي كانوا جاهزين، ولكن محدش من القاده اداهم الامر يبعتهم له. وبتعدي الايام، ولاد الهرمه بعتوا لهم جثه انوش. المذيع بتقول ما نعرفش غلطه مين، الحكومه اللي كانت بتدي الاوامر لفرقه الامن يودا، ولا فرقه يودا اللي ما عرفوش ينقذوا الطياره. ارون بياخد رجالته وبيخش المحكمه. القاضي بينادي على اسمه قدام الناس وبيقول له انت كان في حمايتك العالم النووي انوش ناير، وللاسف مات، وطبعا كل ده بسبب تهورك. ولعت في الطياره ودخلت في اشتباك مع العدو من غير ما تاخد اي اشاره من القاده. بيقول له الدخان كان اشاره للقاده علشان يبعتوا لي فريقي، ولما دخلت معاهم في اشتباك كان علشان عرفوا هويه انوش، كنت لازم اخش عليهم علشان انقذه وانقذ باقي الركاب. ونجي فريق قبل ما الطياره تتحرك بدقيقه واحده بس، ما كانش ده كله حصل، وكان زمان العالم انوش لسه عايش. القاضي بيقول لي بيريا حضرتك كلمت المتهم ارون وقلت له ما يعملش اي حاجه ويستنى الاوامر صح؟ بتقول له بالظبط يا فندم، ولكن بيقول لها اتفضلي اقعد. استاذ سمير خان من فرقه اليودا اتفضل. بيقول له امرني يا فندم. بيقول له المهمه الاخيره اللي كانت على الحدود، ارون اتصرف من دماغه ودخل على الارهاب لوحده صح؟ بيقول له بالظبط يا فندم، ولكن بيقول له اتفضل اقعد. مهمه الطياره فشلت ومات عالم النووي بتاعنا، لان معانا الضابط ارون اللي بيحب يلعب دور البطل لوحده. بيقول له انا بعمل واجبي مش اكتر يا فندم. بيقول له واجبك انك تسمع الاوامر وتنفذ، ما علينا. المهم قبل ما نحكم في القضيه دي كلكم موقفين عن الشغل، هنشوف وهنقرر هنحتاج فريق اليودا ده فيما بعد ولا لا. ارون بيخرج بره وبيكون في منتهى الغضب. بيريا بتقول له خلاص ما تزعلش. بيقول لها انت ما سمعتيش الحكم. بتقول له سمعت بس صدقني كنت لازم اقول الحقيقه، انا ما كانش في ايدي اي حاجه. بيقول لها بس انت يوم المهمه كنت قادره تبعتي لي فريق. بتقول انا مهمتي التفاوض مع الارهاب، كنت لازم اتفاوض معاهم. بيقول لها وانت عارفه ان فريق اليودا ما عندوش تفاهم. بتقول له كل واحد فينا كان بيعمل شغله. بيقول لها بالظبط، ما هو بسبب شغلك الغبي ده فريق اليودا اللي ابويا عمله بنفسه هيقع. وبيسيبها ويمشي. وفي الايام دي بيعيش اسوأ ايام حياته يا صديقي. وفي يوم بيكون قاعد قدام التلفزيون وبيسمع قائد المهمه ابن الهرمه بيقول يا خساره خسرنا عالم النووي بتاعنا انوش، كل ده بسبب فريق اليودا، فرقه كلها مجانين، البلد بتصرف عليهم على الفاضي، لان المفروض اغبياء زي دول ما نامنهمش على شعبنا، ما بيسمعوش كلام اي حد، وفي اي حاجه بدراعهم ماشيين. انا من رايي الفرقه دي تتلغي، هيكون احسن بكتير. ارون بيغضب اكتر وبتعدي الايام، وكل يوم احكام تتاجل، احكام ورا احكام. واحد من رجالته بيقول له انا اسف يا ريس، انا هنقل من الفرقه بتاعتك. ارون بيروح لناس خيره عليهم علشان يساعدوه في المصيبه اللي واقع فيها، ولا بيعبروه. حتى ابن الهرمه قائد المهمه اللي مرضيش يبعت له الفريق بتاعه ما بيرضاش حتى يتكلم معاه. بيروح البيت وبيفكر يحلها بشكل تاني، بيروح علشان يقابل شخص معين. سمير خان بيقول له انا اسف يا ريس، انا هسيب الفريق لان الظاهر المشكله دي هتطول وانا قاعد من غير شغل. بيقول له انا هعمل المستحيل علشان ارجع اليودا. بيقول له يبقى بتحلم، الحكومه حاطه الفريق ده في دماغهم. بيريا بتخش عليهم وبتقول له دي ورقه طلاقي، يا ريت تمضيها دلوقتي. صاحبه بيقول له في ايه يا جماعه، ما تخلوش الشغل ياثر على حياتكم الشخصيه. بتقول له في ناس كده ما عندهاش تمييز بين الشغل والبيت. ارون بيقول لها خلاص يا بيري نتكلم بعدين. بتقول له انا مش هعيش مع واحد هيبقى كويس لما فريقه يرجع تاني، وطبعا فريقك مش هيرجع وانت عارف ان محدش هيساعدك ترجعه.
بيغضب اكتر فبيمسك القلم وبيمضي على ورقه الطلاق، بيديها لها وبتكون في منتهى الصدمه. طب ليه من الاول يا اخت؟ بتاخدها وبتمشي، وهارون بيجيب اخره وبيروح يلم حاجته من البيت وبيروح في مكان تاني خالص. وبعد مرور كام شهر الاعلام بيقول واخيرا رئيس وزراء باكستان ورئيس وزراء الهند هيتقابلوا، وحلم السلام هيتحقق اخيرا. هيتقابلوا وهتتم ان شاء الله معاهده السلام. وبعد ما تتم معاهده السلام رئيس الوزراء الباكستاني هيروح يصلي في مسجد عمر بن الخطاب. ولكن يا صديقي مجموعه الارهاب دول رئيسهم بيقول معاهده سلام، معاهده السلام بين باكستان والهند دي مستحيل تحصل. واحد من رجالته بيقول له هنحتاج رجاله بقى من الهند علشان يساعدونا في المهمه دي. بيقول له ما تقلقش، انا مش هجيب اي راجل، انا هجيب جندي من اشرس الجنود عندهم وهيخلص معانا المهمه دي. هارون بيوصل المطار، بيوصل على جهاز التفتيش، بيصفر، بيكون في جنبه سلاح، بيبص للشرطي فبيسيبه يعدي. وهو بيعدي فجاه بيجي الشخص ده وبيخبط فيه، بيبص عليه بيلاقيه اختفى من جنبه، فبيبص على الارض بيلاقي التذكره دي. بيروح للموظف بيقول له التذكره دي الظاهر كده وقعت من حد هنا. الموظف بيمسك الميكروفون وبيقول يا جدعان يا ريت الاستاذ هارون المجنون يجي ياخد التذكره اللي وقعت منه. هارون بيستغرب وبيروح يقول له انا هارون. بيقول له خد يا فندم. بيقول له التذكره دي مش بتاعتي واصلا مش ده المكان اللي انا رايحه. بيقول له لا ما هي باسمك يا فندم. بينصدم وبتجيله رساله على التليفون مكتوب فيها انجز ما تضيعش وقت. بيعرف ان في حاجه غلط هتحصل في الطياره دي، وعلشان ما بيخافش من حاجه فبيروح يركب. بيفضل يبص يمين وشمال وكل حاجه بتكون طبيعيه في الطياره. وقبل ما الطياره تتحرك بتجيله رساله مكتوب فيها نورت الطياره يا هارون. بيبص حواليه ما بيلاقيش حد ماسك تليفون غير البنت اللي جنبه. بيمشي في الطياره، المضيفه بتقول له لو سمحت يا فندم اقعد. بيروح لها وبيقول لها انا الضابط السري اللي على الطياره. بتنصدم والطياره بتطلع على صديق، بتجيب له كشف اسماء كل الموجودين على الطياره، بيكون كل حاجه طبيعيه جدا. بيقول لها طب في حد ركب في اللحظات الاخيره؟ فبتقول له لا، اخر ناس ركبت بتوع التدريب اللي في الطياره، من ضمنهم البنت اللي جنبك لسه مسافر لندن تكمل تدريبها هناك. بيقول لها اسمها ايه؟ بتقول له تانية. بيقول لها تانية ولا تالتة؟ بتقول له والله ما اعرف يا ظلمه. بيقول لها طب انا عايز امسك تليفونها. بتقول له دي عملها ازاي؟ بيقول لها ما اعرفش اتصرفي. بتقول له مش هينفع يا فندم. بيقول لها بقول لك عايز اشوفه. بتقول له يا فندم. بيقول لها التليفون يا بنت انت. بتقول له حاضر. وبتروح تاخد البنت على جنب، وهارون بيروح يدور في التليفون بتاعها ما بيلاقيش اي رسائل خالص. وعلى تليفونه هو بتجيله رساله بتقول له ما تدورش كتير، انا ما بتشافش انا بتحس. هارون بيجيب اخره وبيرجع تاني للمضيفه بيقول لها دخليني للطيار. الطيار بيشوف الرسائل بيقول له انت متاكد ان الرسائل دي مش وهميه؟ بيقول له الرسائل دي وصلتني على شبكه الجيش، يعني مستحيل كده اي حد يعرف يبعتها. بيقول له خلاص هنروح وننزل على باكستان. بيقول له بمجرد ما ننزل هيسيطروا على الطياره وهيطلبوا مننا اللي هم عايزينه. ابعت الاسماء دي للامن الارضي خليهم يكشفوا على كل الاسماء، واكيد هيخرجوا اسماء الارهاب اللي خاطفين الطياره. وفعلا بيبعت الاسماء، والشرطي ده بيروح لخان بيقول له فعلا يا فندم في ارهاب على الطياره، مين بالظبط ما نعرفش، ولكن احنا اتاكدنا ان الطياره عليها ارهاب. بيقول له طيب مين الضابط السري اللي هناك؟ بيقول له الضابط هارون. بيقول له هارون؟ وهارون يا صديقي بياخد باله من الاقرع ده وبيشوف كل تحركاته اللي ما بتكونش مظبوطه. بيخش وراه الحمام بيلاقي حته المغناطيس دي. ابن الهرمه الاقرع بيخش وراه بيقول له انت مين؟ بيقول له ده السؤال اللي انت هتجاوبنا عليه. بينزل ضرب فيه وهارون بيكون عارف تحركاته وهم متشابكين. هارون بيكسر بقرعته الازاز، بيديله واحده بتسكته خالص. ليلى بتقول له ايه ده؟ بيقول لها ما تخافيش لسه عايش، لقيت معاه حته المغناطيس دي عايزين يقطعوا بيها الاشاره عن الطياره، وده اثبات ان الطياره مخطوفه. تانية بتقول له خطف. بيقول لها دي خلاص يا بنت انت، المهم نصحي الواد ده علشان نعرف مين غيره على الطياره. بيخرجوا بره وبيحاول يفوقه وما بيفوقش. بيخرج تليفونه ما بيلاقيش اي رسائل من تليفونه. بيقول لليلى روح على كابين 4 هتلاقي الدكتور هناك هاتيه. بتروح تجيب الدكتور. مساعد خان بيقول له هارون قبل ما يطلع الرحله دي كان عامل المستحيل علشان يرجع فريق اليودا وما عرفش، وعلى ما اعتقد ان هو اللي خطف الطياره علشان ياخد بطاره ويطفي ناره من اللي حصل فيه من الحكومه. بيقول له مش عايزين نظن في ظن وحش، خلينا نشوف الوزاره مطلعه مين الضابط السري اللي على الطياره. وفي الطياره الدكتور بيحضر وليلى بتديله الحقنه دي، بيديها له والقرعه بتفوق. بيقول لليلى هات لي اكسجين بسرعه. بتروح تجيب علبه الاكسجين ولكن ما بتلحقهوش وبيتوكل على الله يموت. الراجل ده بيخش عليهم وبيقول لهم قتلتوه يا كلاب. هارون بيمسكه وبيوري له السلاح اللي معاه، بيقول له عايزين نخفي الجثه دي قبل ما ريحتها تطلع. ليلى بتقول لهم نزلوها تحت. بيتوي الجثه تحت وبيطلعوا فوق، وهارون بيكون دماغه هتنفجر من كتر التفكير. وفي الوقت ده الموظف بيجيب الرد من الوزاره وبيديه للضابط خان، وبينصدم لما بيعرف ان الضابط السري اللي على الطياره مش هو هارون. بيتصل بالطياره بترد عليه ليلى. هارون بيروح ياخد منها التليفون وبيقول مين معايا؟ بيقول له انا الضابط خان. بيقول له اسمع يا خان انا الضابط السري اللي على الطياره. بيقول له ازاي في ضابط تاني معاك على الطياره؟ يا ريت تديله التليفون تخليه يكلمني. بيقول له مين الضابط ده؟ بيقول له قاعد على كرسي رقم 11. ليلى بتروح على كرسي رقم 11 بتلاقيه فاضي محدش عليه. بتخرج الباسبور بتاعه وبتعرف ان الضابط السري اللي على الطياره هو اللي قتله هارون. بتروح جري على التليفون التاني بتخش في الخط معاهم، بتقول للضابط خان الضابط السري مات واللي قتله هارون في الحمام. هارون بينصدم وبيروح جري عليها. بيقول لها خلاص خالص يا بنت انت، اسمع يا خان دي لعبه معموله علينا، عايزك تقف معانا علشان نعرف لعبه اولاد الهرمه دول. بيقول له قصدك رجالتك؟ ما تستغربش يا هارون محدش في الطياره مشتبه فيه، انت الوحيد اللي جوه الطياره بدون اذن اي حد.
بينصدم اكتر وبيعرف ان اللعبه اتعملت عليه صح يا صديقي. بعدها الضابط خان بيتصل بالطيار وبيقول له اسمعني كويس، الطياره اللي انت فيها مخطوفه، اقرب مكان ليك في باكستان انزل عليه وما تحسسش اي حد من الركاب ان الطياره مخطوفه لحد ما تتم بيننا وبين باكستان معاهده السلام. اللي خاطف الطياره عندك جندي هندي اسمه ارون. وهوب ارون بيقطع خط المكالمات وبيقول للطيار ارجع تاني على دلهي، في لعبه كبيره معموله واكبر غلط اننا ننزل على باكستان. بعدها بيخرج للناس بره وبيقول لهم كله يرجع لورا، ولكن في لحظه ليلى بتثبته وعم سيد بيرقده مكانه. وفي الوقت ده رئيس الوزراء الهندي بيوصل باكستان ومن ضمن الناس اللي راحت معاه بيريا. في الوقت ده سيد بيكون رافع على ارون سلاح وبيقول له يا خاين. بيقول له خاين مين يا بهايم؟ احنا في لعبه كبيره ملعوبه علينا افهمه. بيقول له اخرس خالص مش عايز اسمع صوتك. ارون بيفك نفسه وبيلف الناحيه الثانيه وبيرفع على ليلى السلاح. بيروح يكلم الطيار وبيقول له انا قلت لك ارجع على دلهي تاني، ما رجعتش ليه؟ بيقول له باكستان وافقوا اننا ننزل عندهم. بيقول له ده طبيعي وده اللي عايزينه اللي خاطفين الطياره، ارجع والا هكسر الباب عليك وهقتلك. وفي نفس الوقت الضابط خان بيكون شغال ومره واحده بيسمع الاعلام الباكستاني بيقول في طياره هنديه مخطوفه واللي خاطفها ضابط هندي، والغريبه ان ده حصل في اليوم اللي بيتم فيه معاهده السلام. يا ريت حد يفهمنا ايه اللي بيحصل من حكومه الهند. خان بيقول ازاي الخبر وصل لاعلام باكستان؟ ده مش شخص واحد اللي خطف الطياره، دول كتير قوي اللي خاطفينها. في الوقت ده ارون ما بيعرفش يخش للطيار فبيخرج للركاب بره يهديهم، ولكن مره واحده الطياره بتخبط فيهم يمين وشمال. ارون بيبص على الجناح والطيار بيخرج من جوه. بيقول له ايه اللي بيحصل؟ بيقول له الطياره بتفضي البنزين اللي فيها. بيقول له ازاي ده حصل؟ بيقرب منه ولكن الارهابي اللي خاطف الطياره بيخبطه بطلقه بيوديه عند اللي خلقه. مين بقى يا صديقي الارهابي اللي مطلع عينينا من الصبح ده؟ بيكون مساعد الطيار يا صديقي. بيروح لارون ورفع عليه السلاح. بيقول له انت كتير الكلام قوي اللي كده، يلا بقى اتصل على حكومتك وقول لهم يامنوا الطريق علشان هننزل في اسلام اباد. بيقول له حكومتي مفكره ان انا اللي خاطف الطياره. بيقول له بالظبط، هو انا اخترتك كده عشوائي؟ انا اخترتك انت بالذات علشان هيتاكدوا ان انت اللي خاطف الطياره بعد اللي عملوه فيك ودمروا فريق اليودا بتاعك. انت غبي قوي ما فكرتش بره الصندوق. ازاي شايفك وببعت لك رسائل وانت مش شايفني خالص؟ انت غبي قوي فبيغضب وبيروح عليه ولكن بيخبطه بطلقه في كتفه. تانية بتشغل دماغه وبتخبطه بالشنطه دي في دراعه، وارون بيهجم عليه وبيكسر عظمه. وابن الهرمه ما بيكونش سهل خالص يا صديق، والطياره ماشيه بيهم حبه يمين وحبه شمال. تانية بتروح لكابينه السواق وبتحاول تسيطر عليها. ارون بيكسر دماغ الارهابي ده ولكن بيمسك الدكتور وبيرفع عليه سلاح. ارون بيسيبه وبيخش للبنات كابينه السواقه وبيقول لهم انا هنزل اصلح المشكله اللي في الطياره. بينزل تحت بيلاقي ابن الهرمه قتل الدكتور. بيخش جوه اكتر بيلاقي كميه مغناطيس منع الاكسجين عن محركات الطياره. بيقول لتانية انا لقيت حل للمشكله، اهم حاجه تحاولي ترفعي الطياره وترجعي تاني على دلهي. ولكن ابن الهرمه ده برضه بيخرج عليه سلاح. بيقرب منه وبيلفه الناحيه التانيه بيبعد عنه السلاح. وابن الهرمه الاكسجين بيكون مساعده وشغال ضرب فيه بغباوه. بيقول له يا سكر مفيش اكسجين؟ بيقول له خالص بس في كهرباء. بينشفه بالسلك وبيرميه بعيد. ابن الهرمه بيفوله تاني ولكن ارون بيجيبه تاني تحت رجليه وبيخلص عليه. وفي الوقت ده بيريا بتروح لخان وبتقول له مستحيل ارون يعمل كده، اكيد مش هو اللي خطف الطياره. بيقول لها مفيش حد يعرف يعمل كل ده الا ارون. وارون بيكون بيحاول يعمل اي حاجه علشان يرجع تاني على دلهي. بيقول لي ليلى وعم حمدي احنا لازم نقطع الكهرباء علشان نقدر نتحكم في الطياره تاني. واسمعوني كويس، اللي هقوله ده لازم ننفذه بسرعه قبل ما نوصل لاسلام اباد. علشان نحل المشكله دي لازم نفك حبل الكهرباء ده، ولو فكينا كابل الكهرباء ده هيعمل حريقه في المكان. كل واحد فيكم يمسك طفايه حريق وخليكم جاهزين. بمجرد ما اشيل الكابل ده ترش على طول على الكهرباء، مفهوم؟ تانية خليكي جاهزه معانا. بتقول له جاهزه يا زعيم. اجهزي يا ليلى. اجهزي يا عم حمدي. بيشد الكابل وبيكون هيخرج خلاص ولكن ليلى بتقول له سوري يا روش. بتاخده على السخن يمين وشمال وبتجيبه على الارض وبتبان على حقيقتها وبترفع السلاح على عم حمدي. بيقول لها ايه اللي رشتيه من طفايه الحريق ده؟ بتقول له كبريت، وكل طفايات الحريق اللي هنا مليانه كبريت. بيقول لها الطفايات دي انتوا بدلتوا البودره اللي فيها بالكبريت، يعني بقت عباره عن قنابل. بتقول له برافو عليك، اصل بالعقل كده مين هيفتش طفايات حريق يعني؟ بيقول لها يعني انتوا مش خاطفين الطياره علشان فلوس، انتوا عايزين تفجروها في اسلام اباد. بتقول له باكستان اسلام اباد وبالتحديد في المسجد اللي هتتم فيه معاهده السلام. بيقول لها يعني كل ده علشان معاهده السلام. بتقول له بيننا وبينكم مفيش سلام لحد ما نحرر كشمير، وكشمير دي يا صديقي منطقه بين الهند وباكستان. دول حاطين ايديهم عليها ودول حاطين ايديهم عليها، دول بيقولوا بتاعتنا ودول بيقولوا بتاعتنا، دول بيقولوا ما خلاص يا صديق. بتقول له قدام يا كبير. بيطلعوا لفوق وبتقول يا ريت الكل يلبس الكمامات ومش عايزه اي نفس من اي كلب فيكم. بتخش على كابينه السواق وبتقول للتانيه اتصل بالدفاع الارضي. بتتصل بيهم وبيريا بترد عليهم. بتقول مين معايا؟ بيقول ارون. بتقول له ارون ليه عملت كل ده يا حبيبي؟ وقف اللي انت بتعمله دلوقتي. ليلى بتديله الورقه دي وبتقول له قول اللي فيها. بيقول لها مش هقدر اوقف الا لما تخرجوا زمايلي اللي في السجن وتهربوهم بره البلد خالص. اعمليها يا بيريا، اعمليها، الخطر حوالينا من كل اتجاه. بيقفل الخط وبيريا بتكون في منتهى الصدمه لان دي نفس الجمله اللي قالها في الطياره اللي قبل
دي بتقول للقائد الموضوع اكبر من خطف يا ريس، ومش قارون اللي خاطف الطياره اصلا، الموضوع اكبر من خطف بكتير قوي. اللي على الجهاز بيقول له يا فندم الطياره هتنزل على المسجد اللي في اسلام اباد، وده المكان اللي هتتم فيه معاهده السلام. الكل بيكون في منتهى الصدمه. قارون بيقول لليلى يعني انت اللي قتلت الضابط السري؟ لما بدا يشك فيك ويفهم كل تحركاتك خليتني انا اضربه وبدلت الحقن للدكتور وخلصت عليه. بتقول له بالظبط، وهو بينزل الطياره وبينزل عجن فيها، كل ده بدراع واحد لان التاني مش فاضي. متكلبش يا صديق. بتحاول تخلص عليه بالسكينه، بيكسرها في البتاع دي، وهوب واثنين وثلاثة بيجيبها على نفس السكينة وبيخلص عليها. قارون بيقول لتانية الطيارة هتنزل على المسجد في اسلام اباد. بتقول له المسجد ده هيكون فيه باكستانيين كتير. بيقول لها ورئيس الوزراء الباكستاني هيكون موجود هناك، وطبعا الطيارة الهندة دي لو نزلت وانفجرت هناك. بتقول له يعني حرب ومجازر جاية. بيقول لها بالظبط، والارهاب بيكون قتل الحرس المؤمنين رئيس الوزراء الهندي وسيطروا على المكان بالكامل. قارون بيكلم الدفاع وبيقول لهم خلي بالكم احنا هننزل على المسجد اللي هتتم فيه معاهدة السلام. بيرد عليه الارهابي اللي مسيطر على المكان بيقول له احنا مش هدفنا رئيس الوزراء الهندي، احنا هدفنا رئيس الوزراء الباكستاني. ودلوقتي حبيبه القلب مراتك ورئيس الوزراء بتاعك كلهم تحت ايدي، فانت في ايديك حل من الاثنين، يا اما تنقذ ال 200 راكب اللي معاك يا تنقذ مراتك ورئيس الوزراء بتاعك. بيقفل معاه. وتانية بتقول له هتعمل ايه بانابيب الكبريت دي؟ لو نزلنا بالطياره هتنفجر في المسجد وهتقوم حرب ملهاش اول من اخر، هتروح ولا هتنقذ الركاب؟ بيقول لها هنقذ الركاب ورئيس الوزراء. بتقول له ازاي؟ بيقول لها بخزانات الماء اللي تحت، هفتح خزانات الماء على الطفايات اللي فيها الكبريت وانت السيطره على الطياره قبل ما تنزل على المسجد. فبتقول له تمام. وفعلا يا صديق بينزل يكسر في خزان الماء اللي تحت، بيفصل ماده الكبريت اللي خارجه من الطفايه وبيطفي ماده الكبريت، وكده مفيش اي انفجار هيحصل. تانية بتخرج عجله الطياره وخلاص بقى نازلين، ولكن ياتيك الخبر من حيث تستهين. العجله بتكون محشوره مش راضيه تخرج لبره، وبيكونوا هينزلوا خلاص على الارض، يعني برضه فيها انفجار يا صديقي. قارون بيزق في العجل تاني على اساس انه هيقدر يعني، وخلاص الطياره بتكون نازله بوشها، فجاه العجل بينزل على الارض وبرضه بتنزل بسرعه وخلاص هتكون داخله على المسجد وهتنفجر، ولكن تانية بتوقفها في اللحظات الاخيره. الكل بيكون في منتهى السعاده، وقارون بمجرد ما بيفتح باب الطياره ضرب النار بيكون شغال عليه من كل مكان. بيخرج مع الجيش الباكستاني ايد واحده ضد الارهاب، كل ده بمسدس واحد وهم برشاشاتهم يا صديق. فيلم هند بقى ومفيش طلقه بالغلط بترضى تيجي فيه علشان سياده المخرج ينبسط. بيخش جوه وزمايله بيكونوا شايفين كل تحركاته، وبيوصل لمراته ورئيس وزراء بلاده، ولكن بيكون حواليهم ارهاب كتير يا صديق. لكن كل ده ما بيفرقش معاه، بيخش عليهم طلقه يمين وطلقه شمال وخلاص قرب يخلص عليهم. جلال بيقول له سلم نفسك يا قارون والا هخلص على كل اللي معايا دول. مفكرني بهوش؟ ادا واحد اتنين. بيقول له خلاص. بيرقده قدام المزه وبيقول له فاكرني يا قارون؟ بيدقق في وشه وبيفتكر ان الارهابي اللي خطف الطياره اللي كان فيها العالم انوش وهو اللي رماه من الطياره يا صديق. بيقول له يا اخي انا دغدغتك في الاول، المره اللي فاتت رميتك من الطياره علشان اخلص مهمتي، المره دي هخلص عليك انت وعيلتك ورئيس الوزراء بتاعك، وبعد ما اخلص عليك صدقني كان نفسي تعيش علشان تشوف ايه اللي هعمله في بلدك. بيلغم المكان بالقنابل، وقارون بيقول لي بيريا جهزي علشان مفيش وقت قدامنا. بيلف الناحيه الثانيه بيجيبه على الارض وبيدي ريموت القنابل لبيريا. بينزل ضربه وتلطيش في الارهابي ده، ولكن قوته مقاربه ليه يا صديق، فبيشالبه على الترابيزه بيكسر له العمود الفقري. بيخرج ريموت القنابل، ولكن بيريا بتشيل البطاريه من الجهاز الرئيسي، الريموت اللي معاه بيفصل. بيحاول يفجر المكان ولكن مفيش اي حاجه بتحصل. بيدور على الريموت الرئيسي بيلاقيه اختفى من جيبه. بيقول له وكمان حرامي؟ بيقول له احرم منك. بيفوق وبيقوم عليه وبيكسر عظمه يا صديق. بيخرج عليه السكينه وغرزه والتانيه بينزله على الارض تحت رجله. بيلف الماسوره وبيكون قادر يقتله لكن ما بيعملهاش وبيسيبه ويمشي. بيقول له ان كنت ناوي تعمل حاجه بيعملها في السجن بقى. بيقول له هتكون احلى فتره في حياتي لان هشغل رجالتي وانا جوه السجن، وطول ما انا عايش مفيش معاهده السلام هتتم بين باكستان والهند. بيتضايق وبيرمي عليه القنبله دي وبيضربها بالنار بيفجر بيها المكان كله. بيريا بتنصدم ورجالته بينصدموا ومحدش بيكون مصدق ان خلاص ان قارون اللي ظلموه وافتروا عليه مات يا صديق. ثانيه واحده ما بيكونش راح يا صديق. بيخرج بالعلم الهندي في ايديه والكل بيكون في منتهى السعاده بيه، ومراته بتروح جري عليه. بيقول لها ليه ما مضيتيش على قسيمه الطلاق؟ بتقول انا كنت بهزر معاك ولا انت الحب كله يا عمري. بعدها بتنزل كل الاحكام من عليه وبيرجع فريق ليودا تاني للجيش. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش تقولي رايك في الكومنتات وتعمل لايك واشتراك في القناه. يلا سلام.